ما بنختارش غير اللعيبه المميزه اللي تقدر تخدم النادي، لان النادي زي ما قلت حضرتك طلع كوادر، طلع لعيبه مميزه جدا. منتخب مصر وزي الكابتن سامي مصطفى والكابتن حمزه الجمالي والكابتن احمد نخله. يعني انا مش عايز انسى حد، لكن الناس دي كلها عملت تاريخ في غزل شبين، واحنا بنحاول ان احنا النادي يستعيد تاني بريقه زي ما بيقولوا. بتتم ازاي؟ الاختبارات تبدأ ازاي وبتتم ازاي؟ بتبدأ بتقسيم اللعيبة على ملاعب مختلفة، ونبتدي نعمل تقسيم وبنختار الأفضل، وبعد كده بيبقى في اختبارات بدنية وقياسات وحاجات، بحيث إن احنا في النهاية بناخد اللعيب اللي هو يعني نقدر نشتغل معاه أو ننمي الموهبة اللي عنده. المهارية والبدنية طبعا ده بعد ما السلوك ده بقى حاجة تانية يعني. طبعا احنا كلنا كم يعني احنا لو طلعنا من 30 40 واحد هتبقى يعني حاجة كويسة. هنا يعني الاختبارات بدأ تقريبا من حوالي ساعة ومتقدم حوالي أكتر من 100 دقيقة. أول يوم بيبقى العدد ده كله، يعني ده العلم كمان إن احنا ما أعلناش على الاختبارات غير يوم الأربعاء. يعني احنا أربع وخميس وجمعة بس اللي أعلنا فيهم عن الاختبارات. هل في أيام نادي غزل كلمني عن السبب. السبب ده انا مش هقول لحضرتك ان السبب ان احنا مثلا يعني غني قوي او مستغنيين عن الفلوس او لا، بس احنا حبينا معلش احنا درجه تالته في نادي الجمهوريه ممتاز بيه، نادي الشنواني ممتاز بيه والتربيه العسول. انا بتكلم على اللي في شبين، يعني الناديين اللي في شبين عندنا. احنا باسمنا كغزل شبين برضو احنا لنا اسم ومعروف عند الناس كلها وعند الدنيا كلها. انا الجمهوريه عامله اختباراتها بمقابل نقدي، الشنواني عامل اختباراته بمقابل نقدي، انا تعمدت اعمل مجاني بحيث اجيب العدد اللي انت شايفاه ده، بحيث اجيب العدد اللي انت حضرتك شايفاه ده، بحيث ان اللي معهوش اللي ما عندوش مقدره على انه يدفع لكن هو لعيب كويس يجي لي. ده اللي انا